مر النبي عليه الصلاة والسلام مرة في المدينة يمشي، ولقي عمر بن الخطاب، عمر الفاروق. يقول عمر بن الخطاب فسلم علي النبي: السلام عليكم. عليكم السلام. قال فأمسك يدي. شوفوا اللطف. بعضنا، اسمح لي يا شيخ أنا بتبسط مع الإخوان، بعضنا يمكن ما عمره مسك يد زوجته ولا يد أخوه ولا تلطف مع أقرب الناس له. تجد ابتسامته ما شاء الله تمتد في وجهه إذا طلع من البيت، وإذا دخل على البيت أسد حصور. مع أن التلطف والتبسم والكلمة الطيبة والنزول للأسرة وللزوجة والعيال في البيت هو خلق محمد عليه الصلاة والسلام. الرسول يتلطف مع الصحابة. عمر بن الخطاب رغم شدته وقوته يوم سكه الرسول مع يده التفت كذا قال: يا رسول الله. قال: نعم. قال: والله إني أحبك، والله أنا أحبك. هو يعرف الرسول أن عمر يحبه، لكن هذا الموقف خلاه يعبر عما في داخله: والله يا رسول الله إني أحبك. وش قال له الرسول؟ الأسئلة اللي بتسمعونها الآن من الرسول أبى أوجهها لكم، بس جاوب بينك وبين نفسك. عمر وش يقول؟ قال: والله إني أحبك. قال الرسول: أكثر من مالك يا عمر؟ قال: اي والله أحبك أكثر من مالي. قال: أكثر من أهلك يا عمر؟ قال: أكثر من أهلي. قال: أكثر من ولدك يا عمر؟ قال: أكثر من ولدي. قال: أكثر من نفسك يا عمر؟ قال: لا، أنا ما أحبك أكثر من نفسي. فقال له النبي: لا يا عمر، لا يكتمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك. يقول عبد الله بن عمر ولد عمر بن الخطاب هو راوي الحديث، يقول فذهب أبي، يعني فك يد النبي وراح يمشي. يقول فوقف الحالة شوي، وقف بعيد. يقول وقف ثم رجع قال: الآن يا رسول الله أحبك أكثر من نفسي. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر اكتمل إيمانك. لا يكتمل إيمان عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. يقول عبد الله بن عمر يوم رحنا البيت قلت: يا أبي وش اللي خلاك تغير؟ أنت كنت تقول للرسول: لا ما أحبك أكثر من نفسي. قال: يا عبد الله سألت نفسي سؤالين. يقول عمر: قلت أنا ماذا كنت قبل محمد؟ وش أنا كنت أعبد صنم ضايع في الجاهلية، فأنقذني الله بمحمد من ضلالة الكفر والضياع إلى نور الهداية والإيمان. لولا الله ثم محمد ما أصبحت عمر بن الخطاب. والسؤال الثاني يقول: سألت نفسي يوم القيامة أحتاج نفسي أكثر ولا أحتاج النبي عليه الصلاة والسلام أكثر؟ وش رأيكم؟ قال: احتاج رسول الله. قلت: إذن يكون أحب إلي من نفسي. حذيفة كان أمين السر حق النبي، لكن وش ائتمنه عليه الرسول؟ ما تدرون، ائتمنه على أحاديث الفتنة. كل شيء بيصير في الأرض علم بحذيفة. قال: يا حذيفة اسمع مني، وإذا مت قل ذلك للناس. لذلك تجدون في البخاري وفي مسلم في كل كتب الحديث أغلب من يروي أحاديث الفتن هو حذيفة. قال: فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام وفي خلافة عمر جمعنا عمر وقال: يا حذيفة حدثنا بما كان يستأمنك رسول الله عن الفتن في آخر الزمان. يقول: فقلت له: فتنة الرجل في بيته، فتنة الرجل في أهله. عندنا فتن تفتنك حرمتك، يفتنك ولدك، يفتنك المال والبنون. وذكر الله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال له عمر: لا 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 لا، ما عن هذا سألتك، فهذا يكفرها الصلاة وتكفرها الصدقة وتكفرها الصيام والطاعة. ما سألتك عن هذه، سألتك عن فتنة تموج في الناس ويحتار العاقل واللبيب. يقول عمر، يقول حذيفة: فخفت أن أقول كلاما يؤذيه. قلت: يا أمير المؤمنين ما شأنك وشأن الفتنة؟ يعني وش تبغى بالفتنة؟ أنت تموت قبلها. شلون تموت قبلها؟ يقول عمر رضي الله عنه: فالتفت إليه قلت: ماذا قلت؟ قلت: يا أمير المؤمنين ما شأنك وشأن الفتنة؟ إن بينك وبينها بابا مسدودا
عمر وقف جالس في القصر، يعني في بيت الخلافة أقصد، فوقف قال مسدودا، ثم جلس يبكي. الصحابة ما يفهمون ايش الباب، لا ما فهموا. قال بابا مسدودا، قال اسألك بالله يا حذيفة ايفتح الباب ام يكسر الباب؟ قال يكسر يا امير المؤمنين. قال انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. وقام يبكي وترك الناس. قالوا الناس يا حذيفة وش الباب وش الفتن، احنا ما فهمنا شيء. قال ان الباب هو عمر رضي الله عنه، يكسر يعني يقتل، واذا قتل عمر جاءت الفتنة على الامة. يعني كأن حذيفة يقول تأتيكم الفتنة مثل السيل وتدخل عليكم من بعد مقتل عمر. وصدق رضي الله عنه، بل صدق الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فيكسر الباب بموت عمر رضي الله عنه وارضاه، وتكون هذه الساعة. ولذلك أنت حامي يا عمر، في حياتك كنت تحمي الأمة من الفتن. أسألكم بالله من منا يستطيع يكون باب يحمي الفتنة عن نفسه، عن جوالك، عن بنتك؟ أقول للشباب اللي يعاكسون البنات اتق الله في ابنة رباها أبوها 20 سنة وأكثر من ذلك عفة وطهرا، ثم تكسر باب فتنة على هذه المسكينة وعلى هذا البيت بنزعة شيطانية. وشهوة حيوانية لا تعرف فيها قدرا لا لله ولا لكتابه ولرسوله، ولا بعد ذلك إلى إيمان ولا نخوة ولا مروءة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. عمر رضي الله عنه هو الذي يكون بابا لهذه الأمة، فرضي الله عن عمر ورحمه وجمعنا به في جنات النعيم. يذكر أن امرأة تقول لما مات عمر خرجت تسير في السكك، قالت وعمراه، تقصد يعني عسافة وحسرة على عمر. قال لها الناس لا تذكري عمر بهذا، قالت والله كسر الباب بيننا وبين الفتن، كسر الباب بيننا وبين الفتن. تخيلوا طلع خذ السيف واخذ تنكب القوس وامسك عصاه وراح عند الاماكن اللي تجتمع فيها قريش، اكثر اماكن تتجمع عندها عند الصفا وعند المروة، وجاء في الحلق حقتهم في اكثر وقت، يعني وقت الذروة، وكان يمشي عليهم. ما هو منحرج من الاسلام، اللي يقصر ثوبه اليوم اللي يطول لحيته يقول يا اخي بيشوفوني بيقول ذا متخلف، اللي تلبس عباءة على الراس تقول الحين بروح الزواج يا الله بيقول هذه جاي من العصر الحجري. ليش الحياء؟ ليش الخجل؟ عمر جاي عند قريش يقول انا عمر بن الخطاب وتراني اسلمت، وجلس يطوف بالبيت 7. يا جماعة ترى تخيلوا قبل يسلم عمر ولا واحد من الصحابة يقدر يدخل يصلي عند الكعبة الا متخفيا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله ما منا احد قبل اسلام عمر يستطيع ان يصلي في الكعبة او حول الكعبة الا متخفيا الا يوم ان اسلم عمر رضي الله عنه وارضاه. يعني عطى الاسلام قوة. ولذلك النبي وش يقول عن عمر؟ اسمعوا هالحديث وربما اول مرة تسمعونه. يقول يا عمر، يقول الرسول لعمر ان ملائكة السماء او اهل السماء فرحوا باسلامك. جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت والملائكة وحملة العرش فرحانين بأن عمر أسلم. ليش؟ لأن نعرف أن إليه يصعد إيش؟ الكلم الطيب، واللي يتلقى الكلم الطيب الملائكة، ويفرحون أن الكلام الطيب والذكر ينتشر في الأرض. وهذا عمر بن الخطاب سيكون سبب مصدر قوة لانتشار الخير والذكر والإسلام. ولذلك لما أسلم عمر تقوى المسلمين. وش نزل على النبي لما أسلم عمر؟ قال الله، اسمعوا الآية هذه وتكفيه رضي الله عنه، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هذه نزلت بعد اسلام عمر. تخيل ان الله يقول يا محمد يكفيك ربك ومن معك من اهل الايمان، واخرهم عمر لان ايمانهم قوي. حنا يكفينا هذا يا جماعة. حسبك الله. انت ممكن يقول ابوك في البيت، حنا احيانا مع الاسف ما نعتمد على عيالنا، عمره 20 و25 والله ما نقدر نقول روح جيب كيس خبز من البقالة في بعض الاحيان، ونحن نتكلم حسبك. يقولون ارسل حكيما ولا ايش
ولا توصه. اليوم ما نتكلم احنا على امور الدين، نتكلم على امور الدنيا. طيب كيف نقدر نقول فلان صالح، عبد الكريم، سعود، فلان، اي واحد، تعال يا فلان نبغاك تقوم بالمسجد هذا في القرية، انت عليك الكلمات وتدريس القرآن ومتابعة الاذان في الوقت. هذا موضوع واحد. كيف برجل يخبره الله جل وعلا ان حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين؟ طبعا جلس يطوف بالبيت، شوفوا يطوف 7 والكفار قريش يناظرون. اول مرة هذا واحد يتجرأ علينا ويجي يطوف قدامنا. ولما انتهى صلى 2 ركعتين ثم قام وراح عندهم وقال لهم شاهت الوجوه، الله لا يبارز فيها الوجيه، شاهت يعني تمعرت ولا ساءت وجوهكم. ثم ما حد رد عليه، خايفين. قال لهم كلمة ثانية يعني حارسهم، قال لا ارغم الله ارغم الله هذه المعاطس. المعاطس من العطاس، قال يعني جعل الله اكرمكم الله والمسجد والسامعين، يقول جعل الله انوفكم ومعاطسكم في التراب، ارغم الله هذه المعاطس. ثم جلس رضي الله عنه وارضاه ينظر اليهم، قال اسمعوا الكلمات اللي توحي على القوة. قال من اراد ان ييتم ولده، اللي يبغى ولده يصير يتيم، من اراد منكم ان يتم ولده وان تثكل امه وان ترمل زوجته، تراني بكره مهاجر ورا الوادي يجين ان كان رجال. اللي يقدر يبغى يصير يتيم ولده، ولا زوجته تصير ارملة، ولا امه تصير ثكلة، يلحقني وتراني بكره بهاجر معلن ماني متخفي. ولا واحد تكلم من كفار قريش، لانهم يرون أن يا جماعة النجاح، بعطيكم هذه قاعدة مهمة، معادلة. لا يمكن ان تقول مثل عمر وتاريخك اسود. سعود، عمر كان له شأن في الاسلام، وانا اسأل الرجال بل وحتى النساء ما هو شأنك في دين الله جل وعلا؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه بعد ان اسلم عمر انزل الله على نبيه يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، والله انا نحبك يا عمر ونشعر بالعزة معك يا عمر، انت رجل لا كالرجال. يوم غابت القدوات، يقول ابن عباس قال لي علي بن ابي طالب اين الرافضة من هذا الحب والاحترام بين اهل البيت وصحابة رسول الله كلهم؟ لماذا الافتراء ولماذا الكذب على صحابة رسول الله؟ علي بن ابي طالب يقول ما علمت ان احدا من المهاجرين هاجر الا متخفيا الا عمر بن الخطاب، فانه لما اراد الهجرة، اسمعوا الى شجاعته، يوم اراد الهجرة رضي الله عنه تقلد سيفه وتنكب قوسه وانضوت في يده اسهما واخذ عصاه واتكى عليها ثم مضى قبل الكعبة. فلما دخل فاذا بالملأ من قريش قد جلسوا في فناء الكعبة، فاخذ يطوف بالبيت 7. يقول ابن عباس يطوف متمكنا، يعني واثقا ليس خائف، يطوف متمكنا. ثم صلى خلف المقام متمكنا، ثم وقف واخذ يدور على حلق الكفرة من المشركين، فنظر في وجوههم وقال لهم شاهت الوجوه، لا يرغم الله الا هذه المعاطس اي الانوف، يعني يقصد عمر انها ستمرغ انوفكم في التراب عاجلا او آجل. فلما التفت اليهم بكل قوة وكل شجاعة، ما زال عدد المسلمين لم يتجاوز إلا 40 ونيفا. ثم قال عمر يا قريش من أراد أن تذكره أمه ويوتم ولده وترمل زوجته فليلقني غدا عند الوادي، فإني مهاجر إلى محمد صلى الله عليه وسلم. يقول علي والله ما تبعه أحد ولا قام خلفه أحد إلا 20 من المستضعفين أرادوا أن يتقووا بعمر ويذهبوا معه مهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ممن أراد الخروج معه عياش ابن أبي ربيعة، كان من أثرياء مكة، ولما خرج معه من جملة 20 رجلا قال أبو جهل
وأخو عياش هذا حارث ابن الربيعة وابن ربيعة قالوا لقد ذهب عمر ومعه عياش لنذهبن خلفه ثم نعيد عياش إلى مكة لا يهاجر. كانوا يخشون عمر لكنهم يريدون عياش. لحقوا به، فلما لحقوا به وقد اقترب عمر من المدينة لكنهم ما كلموا عمر لأنهم لا يجرؤون جبناء، وهذا حال المشركين وأعداء الدين. ثم لما وقفوا نظروا إلى عياش وقال له أخوه حارث: يا عياش عد، فإن أمك قد أقسمت ونذرت نذرا ألا تستظل تحت ظل، يعني تقف في الحر ولا تغسل رأسها، وذاك حتى تعود إلى مكة. فالتفت إليه عمر قال: يا عياش لا عليك بما يقولون، فإن أمك إن وقفت تحت الحر فسوف تتعب ثم تبحث عن الظل، وإن لم تغسل شعرها فسيأتيها القمل ثم يؤذيها ثم تغتسل. ثم ألحوا على عياش وقال لعمر: يا عمر أريد أن أعود إلى مكة فإن عندي مال فيها أريد أن أحضره معي. يعلق بعض العلماء على هذا الكلام يقولون إن فتنة المال إذا دخلت على الإنسان ولم يستعملها في طاعة الرحمن فإنها خطيرة على الإنسان حتى ربما في ضياع دينه. قال عمر: لا ترجع من أجل مالك، إذا كنت غنيا فأنا أغنى منك، خذ نصف مالي واذهب معي إلى المدينة فرارا بدينك يا عياش. وهنا إيثار وتضحية من أجل دين الله. أسألكم يا شباب، وأخص شباب الصحوة وأهل الاستقامة، كم بذلت من نفسك ومالك من أجل دعوة غيرك إلى الحق والالتزام؟ لا نطالب أحدا بأن يدفع نصف ماله، ربما الريالات يسيرة تكون سببا بعد الله في هداية عددا كبيرا من الناس بشريط إسلامي أو مطوية أو دعوة إلى محاضرة أو لقاء خير. فهل عسى أن نكون من الدعاة إلى الله جل في علاه؟ ورجع عياش. ثم ذهب عمر رضي الله عنه وقال عمر لعياش: خذ ناقتي هذه ارجع عليها، لعلك كلما رأيتها تذكرت المسلمين في المدينة. فظل عمر وظل عياش في مكة حتى نزل قول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ثم قرأها عمر وبكى وتذكر عياش وكتبها في رقعة من عمر بن الخطاب إلى عياش بن ربيعة: اسمع ما نزل على رسول الله، افهم هذه الآيات فإذا قرأتها لعلك تلحق بنا. ثم قرأها عياش وما فهمها، فقام فصلى ورفع كفه إلى السماء وقال: يا رب إن عمر قد أرسل إلي آيات نزلت على رسولك لم أفهمها، اللهم فهمني إياها. ثم فهمها رضي الله عنه وعلم أنه المقصود، فتاب واستغفر إلى ربه، وكانت عونا له وسببا له بعد الله بأن يهاجر إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إن عمر رضي الله عنه رجلا لا كالرجال، يكفي الإسلام أنه يوم أسلم عمر دخل على رسول الله فقال: لماذا نخفي ديننا؟ لماذا الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لتخرجن ولا تعلنن الدين ولنخرجن معك. عددهم 40 وكانت الدعوة سرا. فقال رسول الله: نعم يا عمر سنعلن دين الله. فأنزل الله على رسوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. بعض الناس اليوم يستقيم حاله ويحسن مآله ويتخفى من الناس حياء من لحيته في وجهه أو تقصير ثوبه اتباعا لسنة رسول الله. لا، ارفع الرأس،
فإنك على الحق والهدى. فقال رسول الله: قم يا عمر وقم يا حمزة، اخرج يا عمر في صف وليخرج حمزة في صف، وكلاهما بطلين ما أحوج الأمة إلى مثليهما. لا إله إلا الله.